يا مساء الورد، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى جايه لكم بريفيو جامد جدا عن مجموعة صوصات من جود فرانس، بس ايه تحفة. في منها حاجات عجبتني جدا جدا، وفي حاجات يعني نص نص، بس في المجمل هي صوصات حلوة جدا، كأنك نقلتي الصوصات اللي في المطاعم واكبر المطاعم كمان لبيتك. بس قبل ما نبدأ الريفيو بتاعنا النهاردة، يا ريت لو لسه ما اشتركتيش في القناة تعملي سبسكرايب للقناة، ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. وزي ما انتوا شايفين انواع الصوصات كتير جدا، ومش بس دول، ده كمان في انواع تانية كتير من جود فرانس انا لسه ما جربتهاش، بس قلت ان انا اعمل لكم ريفيو عن الحاجات اللي انا جربتها واقول لكم ايه الحلو منها والوحش، طبعا على حسب ذوقي انا، وطبعا في الاخر كل واحد وليه حرية الاختيار. اول صوص بقى هنتكلم عنه وهو الباربيكيو صوص. زي ما انتوا شايفين كده، ده حجم العبوة بتاعته، الحجم بتاعها 400 جرام. الصوصات دي عامة في منها حجمين، حجم 400 جرام وحجم صغير 200 جرام، فكل واحد طبعا بياخد على حسب استهلاكه. اما بقى بالنسبة لمدة الصلاحية، فالعبوتين نفس مدة الصلاحية، مدة الصلاحية في الاتنين سنة، طبعا بشرط ان احنا نبقى قافلين العبوة، لكن مجرد ما بنفتحها بنحطها في التلاجة لمدة شهر واحد. اول حاجة بقى هنتكلم عنها وهي صوص الباربيكيو. طبعا الباربيكيو ده من الصوصات الحلوة جدا اللي احنا بنستخدمها سواء في الاكل على طول. زي ما انتوا شايفين كده العبوة بتاعته احنا بنقصها من فوق او بالسكينة كده بنشيلها بمنتهى السهولة، وليها غطا صغير عشان يحفظ العبوة. طبعا الصوص زي ما قلت لكم بتاع الباربيكيو احنا بنستخدمه في حاجات كتير جدا، ممكن نستخدمه زي ما هو كده، وممكن كمان ان احنا نستخدمه في الخلطات والتتبيلات بتاعه الفراخ وبتاعه اللحوم، بيبقى حلو جدا. انا عامه جربته في كتير قوي من التتبيلات، وكان بيدي طعم فعلا باربيكيو حلو، يعني اقيمه بان هو يعني 8 من 10. اكيد في انواع طبعا بتبقى احسن او بتبقى اغلى منه، فطعم الباربيكيو بيبقى واضح فيها اكتر، بس هو بالنسبه لسعره وبالنسبه لحجمه كمان فبرضه كان مقبول يعني، وطعم الباربيكيو فيه ظاهر كمان، واشجعكم انكم تجربوه، انا متاكده ان هو هيعجبكم. ده بقى بالنسبه لاول صوص معانا. تاني صوص هنتكلم عنه وهو المايونيز. برضو دي العبوه الكبيره اللي هي 400 جرام، وبرضو نفس تاريخ الصلاحيه، هو مده صلاحيته سنه، لكن مجرد ما هنفتح العبوه بنحطها في التلاجة لمده شهر واحد. اما بالنسبه للقوام بتاعه، هو القوام بتاعه مش تقيل، يعني خفيف شويه عن انواع تانية مثلا ممكن تكون اغلى زي هاينز مثلا، لكن برضو التست بتاعه حلو، وبرضو طعمه كويس ومناسب ومقبول. وانا عن نفسي جربته كذا مرة، يعني مش اول مرة ان انا اجربه، لا بصراحة انا كنت الاول بستخدم هاينز، بس بعد كده حسيت ان ده سعره حلو وفي نفس الوقت التست بتاعه كمان حلو، فبقيت ان انا استخدمه. وزي ما قلت لكم هو الصلاحية بتاعته سنة واحدة، لكن مجرد ما هنفتح العبوة ما نحطهاش اكتر من شهر في التلاجة. ممكن يعني لو زودنا عن شهر شوية مش هيحصل لها اي حاجة. ده بقى بالنسبة لتاني صوص معانا. اما بقى تالت صوص اللي انا بشجعه جدا وهو فيري صوص بالهريسة الحارة. وبما ان انا بحب اي حاجه سبايسي، فالصوص دوت عجبني جدا. هنلاقي فيه شرايح بتاعه الفلفل الاحمر واضحه كده وباينه، شرايح كبيره يعني مش مهروسه كده ومش باينه زي اي صوص سبايسي تاني، لا ده بتلاقي كده الشرايح فيه واضحه، وبجد ليه طعم مميز جدا. انا بصراحه دي اول مره اجربه، بس انا متاكده ان انا هجربه بعد كده كتير او مش هغيره، لان هو بجد عجبني عن صوصات تانية كتير اغلى منه. وبرضو زي باقي الصوصات هو الصلاحية بتاعته سنة، مجرد ما بتفتحي العبوة بتحطيها شهر في التلاجة، بس طبعا ممكن تزودي شوية عن شهر، انا بقول على ان مكتوب في العبوة، بس انا ممكن اكون قاعد معايا اكتر من شهر وما حصلهوش اي حاجة، طبعا علشان السبايسي يعني الاستهلاك بتاعه ما بيبقاش كتير برضو، خصوصا لو في اطفال او كده، فلو استهلاكك قليل لاي حاجة سبايسي ممكن تجيبي العبوة الصغيرة اللي هي بتبقى 200 جرام، يعني عشان ما تقعدش معاكي وقت اكتر من الشهر. وده كان كلام ده عن الفيري صوص. اما بقى بالنسبه للصوص التاني اللي جامد جدا 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 اللي انا هكلمكم عليه، وهو تكساس برجر صوص.
الصوص ده بجد فعلا تحفة تحفة تحفة، ونفس الصوص اللي احنا بناكله في اي مطعم برجر زي بافلو او غيره، نفس الطعم بالظبط. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا استهلكته كتير وبجيب منه عبوات كتير، وللاسف ما بلاقيش العبوة الكبيرة فبضطر اجيب العبوة الصغيرة، بس طبعا مش بتوعه لان التست بتاعه عالي جدا ونفس طعم صوص البيك تيستي اللي بناكله في اي مطعم مشهور. فبجد ده حلو جدا، جربوه. جود فرانس بصراحة عامل شوية صوصات تحفة، زي ما انتوا شايفين كده منوع صوصات كتير جدا، وفي كمان صوصات انا لسه ما جربتهاش، في صوص التومية وفي الكول سلو وفي صوصات تانية للبرجر. بجد انواع كتير جدا جدا جدا، بس انا باذن الله اكيد هجربها وبرضو هقول لكم رأيي بصراحة فيها. وكمان من الصوصات اللي جربتها الرانش صوص، زي ما انتوا شايفين العبوة برضو زي ما قلت لكم بنفس الغطا الصغير عشان يحفظ لي بقية المنتج لحد ما استهلكه. هو طعمه مقبول يعني مش سيء، بس برضو ما قدروش ان هم يوصلوا لنفس الطعم اللي بناكله في المطاعم. يعني هو فيه حاجة ناقصة بس انا بصراحة مش عارفة ايه هي، بس مش نفس الطعم برضو اللي انا باكله في اي مطعم بره. هو بالنسبة للقوام بتاعه، هو القوام بتاعه متماسك يعني مش خفيف، بس زي ما قلت لكم هو فيه حاجة ناقصة بس، او فيه تركة واحدة علشان يديني نفس الطعم والمذاق اللي بناكله في المطاعم اللي بره. وبرضو بالنسبة لتاريخ الصلاحية هي لمدة سنة، وبرضو شهر واحد اما نحطه في التلاجة. اما بالنسبة لحجم العبوة زي ما انتوا شايفين كده، دي الحجم الكبير اللي هو 400 جرام. لكن انا عن نفسي وعن تجربتي بصراحة ما احبش ان انا اجربه تاني، لان هو ما عجبنيش جدا. زي ما قلت لكم هو مش سيء، بس برضو مش نفس الطعم اللي انا كنت مستنياه، في حاجات احلى منه تاني كتير. اما بقى اخر صوص هنتكلم عنه وهو الشيدر صوص. عارفين الصوص اللي هو بيبقى في المطعم ده بيبقى بنحطه على البطاطس؟ هو بالظبط نفس الصوص زي ما انتوا شايفين كده اصفر، وليه برضو الغطا عشان تحفظوا بيه. بس الصعوبة بتاعته بقى ان هو بينزل بصعوبة جدا، يعني لازم نقعد نضغط 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 عليه جامد علشان ينزل حتة صغيرة بس منه. اما بقى الطعم يعني هو الطعم بتاعه متوسط، برضو ما وصلش لنفس الدرجة او نفس الطعم اللي بناكله في المطاعم، لكن هو يعني نوعا ما مقبول، انا اديله 8 من 10. وهو طبعا كمان طعمه احسن من صوصات كتير برضو للشيدر، وكمان سعره بالنسبة لصوص الشيدر هو سعره مناسب جدا مش غالي، بس طعمه بالنسبة لي احسن من صوص الرانش ومن الباربيكيو. يعني الاتنين دول انا ما فكرش ان اجربهم، لكن الشيدر انا جربته قبل كده ويعني بكرر التجربة بتاعته. لكن اكتر حاجة عجبتني هي الفري صوص، وكمان التكساس برجر، وكمان معاهم المايونيز. يعني ال3 صوصات ديت اكتر الصوصات اللي عجبتني من الصوصات اللي انا جربتها. جربوهم وانا متأكدة ان هم هيعجبوكوا جدا. وده كان الريفيو بتاعنا النهاردة عن الصوصات بتاعت جود فرانس. بجد الصوصات دي حلوة جدا وسعرها مناسب جدا، يعني الحجم الصغير اللي انتوا شايفينه ده السعر بتاعه يعني فوق 30 جنيه، بس طبعا بيختلف من صوص لتاني، يعني في حاجات 32، في حاجات 34، في حاجات 37. اما الكبير ده السعر بتاعه بيبقى فوق 50 جنيه، وبرضه بتختلف من صوص لتاني، يعني في 55، في 54، وطبعا برضو كمان من حسب مكان لمكان وسوبر ماركت وسوبر ماركت تاني، فالأسعار بتاعته مش ثابتة. بس هو كمنتج مصري مميز جدا وفعلا يستاهل ان انتوا تجربوه. في نهاية الفيديو بتاعي بقى النهاردة اتمنى ان انتوا تستفادوا منه، ولو استفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اول ما انزلها. وبس كده، يلا باي باي.